لو بتصرف فلوسك على إعلانات فيسبوك ومش شايف أي نتيجة، بتشوف منافسينك بيبيعوا ويكسبوا أرقام كبيرة، وإعلاناتك بالعافية بتجيب شوية كليكات. صدقني أنت مش لوحدك. في الدقيقة الجاية دي هقولك على أسرار يستخدمها المحترفين بتخلي ميزانية صغيرة تتحول لأرباح حقيقية في 2026. أهلا بيك، أنا أحمد في قناة أعرف ماركتينج. أنا جاي النهاردة أعرفك أسرار التسويق الناجح على فيسبوك. الفيديو ده مش نصايح عامة وخلاص، لا، ده نظام واستراتيجية مجربة مبنية على آخر تحديثات خوارزميات فيسبوك في 2026. هنغوص مع بعض في 4 أسرار مهمين جدا. السر الأول: إزاي تفهم عقل فيسبوك الجديد. السر الثاني: الاستهداف الصح اللي يوصل منتجك للعميل الجاهز يشتري. السر الثالث: ازاي تعمل اعلان ما يتفوتش. السر الرابع: تحليل الارقام بذكاء علشان تضاعف ارباحك. خليك معايا لان اللي هتتعلمه النهارده هيغير نظرتك لاعلانات فيسبوك تماما. السر الاول: عقل فيسبوك الجديد في 2026. قبل ما نتكلم عن تصميم الإعلان أو الاستهداف لازم نفهم حاجة مهمة جدا. فيسبوك اتغير. زمان كنا بنقعد نختار اهتمامات كتير ونفتح 10 و20 اد ست. في 2026 الطريقة دي بقت ضعيفة وممكن تبوظ شغلك. دلوقتي فيسبوك بيعتمد اعتماد شبه كامل على الذكاء الاصطناعي. الخوارزميات بقت أذكى بكتير وبتحلل مليارات البيانات في ثواني عشان توصل للناس اللي عندها أعلى احتمال تشتري. وده معناه إن دورك كمعلن اتغير. مش مطلوب منك تبقى شاطر في التخمين، مطلوب منك تدي الخوارزميات أو الخوارزمية الإشارات الصح وتسيبها تشتغل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نجاحك دلوقتي معتمد على 3 حاجات بس: بياناتك الخاصة، الإعلان نفسه أو الكرييتيف، إشارات قوية زي الشراء أو الإضافة للسلة. لما تفهم القاعدة دي هتبطل تحارب فيسبوك وتبدأ تكسب وتعمل أرباح ومنتجك يكسر الدنيا ويكسر السوق. السر الثاني: الاستهداف الذكي أو المعتمد على البيانات. طيب، طالما الذكاء الاصطناعي هو اللي سايق، نوجهه ازاي؟ الإجابة: بياناتك انت. ايوه، بياناتك انت، او اللي بنسميه الكاستوم اودينسز. بس قبل اي حاجة لازم يكون عندك اهم أداة في اللعبة، اللي هي فيسبوك بيكسل، متركب صح على موقعك. البيكسل ده زي عين فيسبوك جوه موقعك، بيشوف مين دخل، مين شاف منتج، مين ضاف للسلة، ومين اشترى. ودي أغلى بيانات ممكن تمتلكها. أول خطوة صح هي تعمل جماهير مخصصة، زي ناس زارت الموقع آخر 30 أو 60 يوم، ناس ضافت للسلة وما كملتش، ناس اشترت قبل كده. دول جمهور سخن، إعادة استهدافهم ممكن يجيب مبيعات سريعة جدا ويعمل معاك أرباح. بس القوة الحقيقية بقى في اللوك لايك اودينس. يعني ايه؟ يعني عندك مثلا 1000 عميل اشتروا، تقول لفيسبوك هات لي ناس شبههم، وفيسبوك يروح يدور على ملايين المستخدمين اللي شبه عملائك في السلوك والتصرفات. في 2026 أقوى استراتيجية لوك لايك بنسبة 1% أو 2% بدون استهداف تفصيلي تقريبا. كده أنت بتقول له ده شكل العميل اللي بيشتري مني، شوف لي زيه. طيب، السر الثالث: إعلان ما يتفوتش. خليك فاكر حاجة مهمة: الإعلان نفسه بقى أقوى وسيلة استهداف. حتى لو الاستهداف ممتاز، إعلان ممل يساوي ولا حاجة. يعني لو مستهدف جمهورك صح وإعلانك مش كرييتيف أو مفهوش حاجة تشد العميل، يبقى مفيش مبيعات. عشان تعمل إعلان يكسب ركز في ال3 حاجات دول: خطاف أو اخطف انتباه العميل في أول 3 ثواني. عندك 3 ثواني تخطف عين الشخص. فيديو يكون قصير، شكل طبيعي، المنتج بيستخدم بجد. وابدأ بسؤال يوجع. يعني مثلا احنا بنبيع كريم؟ لا. تبدأ مثلا ازاي؟ بتعاني مثلا من حبوب مش راضية تختفي؟ دي بتبقى جملة حلوة. وضوح الإعلان يبقى قيمة مباشرة. تقول للناس مثلا هيستفادوا ايه من المنتج وفي قد ايه، او نتيجته بتظهر بعد قد ايه، زي مثلا بشرة انضف في 14 يوم،
مثلا وفر 15 أو 50% من فاتورة الكهرباء. ما تراهنش على إعلان واحد، اعمل آد سيت واحد جوه 3 أو 5 إعلانات مختلفة، وسيب فيسبوك يختار الأفضل. الاختيار هنا مش رفاهية، ده أساس النجاح. السر الرابع التحليل الذكي. بعد ما الحملة تشتغل ما تستعجلش على النتائج. ما تقفلش الإعلان بعد يومين، سيب الإعلان ياخد حقه. سيب الخوارزمية تتعلم من 3 ل5 أيام، وبعدها ركز على الإعلان عاجب ولا لأ، CPC والCTR، أو صفحة المنتج شغالة ولا لأ، add to cart، أو هل بتكسب ولا بتصرف، الروز. الخطة بسيطة: ثبت الإعلان الكسبان، اقفل الإعلان الخسران، وتطور الإعلان الكسبان بنسخ جديدة. دايرة الاختبار دي هي سر الاستمرارية. نرجع بسرعة نلخص الفيديو: اشتغل مع الذكاء الاصطناعي، اعتمد على بياناتك، خلي إعلانك يبيع لوحده، وراجع أرقامك دايما. إعلانات فيسبوك مش حظ، هي نظام، وانت دلوقتي معاك الخريطة الصح. ابدأ بميزانية صغيرة وهتشوف فرق حقيقي. قول لي في التعليقات ايه اكتر مشكلة بتقابلك في اعلانات فيسبوك. ولو الفيديو ده فادك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وشوف الفيديو اللي جاي عن 5 أخطاء بتضيع ميزانية إعلاناتك من غير ما تحس. نشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.